أحمل في قلبي حلما، ما أجمل حلمي والله. سألاقي ربي يوما وأغني فرحا بلقاء. عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. كي دايرين؟ كيف احوالكم؟ تسمحوا لي على هاد الغيبه الطويله عليكم، والله الا راه غير ظروف صحيه. اولا الا كنتي اول مره كتشوف القناه ديالي، ما تبخلش عليا بواحد جيم واشتراك وتعليق زوين من عندك. انا كنهضر على التجربه الشخصيه ديالتي فقط، ماشي طبيبه ماشي كوتش. كنوعي الناس شي شويه على العلاج النفسي. كنطمئنهم بان العلاج النفسي غيساعدهم في الحياه ديالهم الا كانوا كيعانوا من الاكتئاب او القولون العصبي او بزاف ديال الحالات اللي داخله في المرض النفسي. وكنعاونهم كذلك بالتجربه ديالي، وبما ان انا دزت بزاف ديال المراحل في العلاج النفسي، كنقول لهم راه العلاج النفسي مزيان. ممكن يكون عنده اضرار، ممكن ما يكونوش عنده اضرار، على حسب الحده ديال المرض، على حسب الجرعات ديال الدواء. ما يمكنش ليا نحكم على الدواء اللي كياخذ واحد الانسان اللي هو عنده غير وسواس او لا شي اعراض خفيفه ونقارنوه مع واحد الانسان اللي عنده اعراض صعبه. هادشي اللي كنهضر عليه في القناه، وان شاء الله نتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا للتعليق ديالكم الزوينه اللي كتصيفطوا ليا في الانستغرام. سمحوا لي والله الا راه غير لي ظروف صحيه، واليوم جيت نهضر على هذا المشكل اللي عانيت منه واللي عذبني بزاف، ولكن الحمد لله بديت كنتعافى شويه بشويه. واخا لحد الان مازال ما عرفتش التشخيص ديال الحاله ديالي. عندي واحد المشكل اللي هو الدوار، يعني كتجيني واحد الدوخه، يعني ماشي الدوخه انني كنفقد السيطره على التوازن ديالي، لا، ولكن كنحس بالدنيا كلها كدور قدامي. وهذا الشيء كيجيني بعض الخطرات. في البدايات كان كيشدني غير في الصباحات، من بعد بدا كيشدني في اي وقت، من بعد بداو الاعراض كيتفاقموا لدرجه انني كنرد، وضروري خاصني نعس باش نفيق. ما كاينش هذا المشكل هذا، يعني هذا المشكل صراحه شويه كرفسني، الله يغفر فيه الذنوب، وتزاد عليا بزاف في رمضان. يعني رمضان كنت الله يغفر فيها الذنوب كيف ما قلت لكم، كان صعيب عليا. ولكن الحمد لله حاليا راه بخير. درت لي غيم ديال الراس لان كانوا يشكوك عند الطبيب ياك ما عندي شي مشكل في الراس ديالي. لي غيم طلع الحمد لله بخير وعلى خير سليم، ما فيه حتى شي مشاكل. مشيت عند جوج اطباء ديال لويغيل، واحد كاين في انسكان وواحد كاين في شارع المقاومه. كان تشخيص متغير، واحد قال لي لي كريستو اللي كيكونوا في الودن يعني تحركوا من بلايصهم، وبدا كيدير ليا حصص ديال الترويض، ودوك الحصص يلا تفاقم عليا الوضع اكثر وبدلته. يعني كان اشاك فوا كيدير ليا حصه وانايا عارفه بان هادوك لي كريستو ما كيديروش الدوخه داك الدوار لساعات، يعني ممكن غير لي ثواني ولا كثر دقيقه ولا جوج دقائق، وممكن يخليو الانسان يبدا يرد نهار كامل. مي انا العكس، الدوار كيكون مجهد عليا. صافي هادشي خلاني نشوف طبيب اخر اشنو غادي يقول. طبيب اخر اقترح عليا جوج اقتراحات. واش عندك الدوخه، يعني كتفيقي الصباح كتحسي بالدنيا كدور بك ثواني ولا دقائق، واش ملي كتقلبي في الفراش كتحسي بالدوران. قال لي اولا ملي كتفيقي الصباح كتلقاي الدنيا كلها كدور بك، وكيكون لي ساعات، وكيكون الا كانت مزمنه يعني غادي تحسي بالدوار وبالردان وبزاف، والاسهال كيكون مع حتى الاسهال. عرفتي داكشي خربقني، تخربقت واحد التخربيق ما فهمتش، مره نقول المعنى، مره اشاك فوا كنقول هاد الاعراض ديال هاد المشكل، هاد الاعراض ديال هاد المشكل. صافي قال لي، قلت ليه راه الحاله الثانيه اللي عندي هو ني تيقول لي الوغ هنا غادي نديرو واحد التشخيص ديال السمع. المهم درت التشخيص ديال السمع، تبين انا عندي نقص في السمع شويه قليل، يعني ماشي بزاف، شويه قليل. وعندي الطنين في الاذن، دائما عندي الطنين في الاذن، ولكن ما كنتش كنعطيه اهتمام، كان كيسحب ليا عادي. ولكن اكتشفت بلي ان هذاك الطنين داخل في الاعراض ديال هذاك الدوار اللي كان كيشدني. قال لي عندك واحد لا مالادي سميتها مرض مينيير. عرفتي انا ملي قال لي هذيك مرض مينيير، صافي راه
كلشي تصدق قدام عينيا، لان مرض منير انا قريت عليه بزاف وعرفت بان التشخيص ديالو صعب، وعرفت بان العلاج ما كاينش عنده. يعني الانسان غادي يبقى كيعيش في هذيك الدوخه مدى الحياه، اولا حتى يهزها ربي، اولا حتى يشاف يلا ممكن تمشي ممكن تجي. يعني ما عندهاش دواء كيعالجها الا مهدئات اللي هما ادويه ديال الدوران، اللي من بينهم خديت بيتاسيغ، وخديت وقيله طانغانيل، وخديت نيل، وخرج ليا بيتاسيغ، وخرج ليا واحد الدواء اخر خاص بالاعشاب، يعني باش الدوره الدمويه يتحرك في الدماغ. ما قضى فيا هذاك العلاج حتى شي حاجه. ما كذبش عليكم. كيفاش تلقيت الراحه ديالتي؟ قبل ما نقول لكم كيفاش تلقيت الراحه ديالي، نكمل لكم الدياغنوستيك ديالي مع الاطباء. صافي خرج لي لي غيم درتو. ملي درت هذاك لي غيم قال لي راه كلشي مزيان. قلت ليه صافي التشخيص نقدروا نقولوا مرض منير؟ قال لي ما نقدروش نقولوا مرض منير حيت ما افونسيش عندنا هنايا في لي غيم. قال لي الوغ ما غاديش نقدروا اننا نشخصوا بانه مرض منير 100%. يعني صافي سيري لدارك وتعايشي مع الوضع. هذه هي الريزولطا. صافي ملي عطيت ليه شي اعراض اخرين انه كتجيني ما كنقدرش نحرك راسي لهكا لهكا، بعض الاحيان كنحس بالراس ديالي بحال غادي يتحيد، المخ ديالي غيتحيد من بلاصتو. وقلتها ليه، قال لي الو خاصك تشوفي انورولوج، هادو ماشي من اعراض ديال المنياغ. مشيت عند انورولوج، ويا ليتني ما مشيتش. مشيت عند اكفاس نورولوج في اكادير. لو ما كانش تشهير او لا مسموح، هذا غنذكر الاسم ديالها لانها تستحق ان الانسان يذكر الاسماء ديال بحال هاد الاطباء اللي كيشوفوا غير في الفلوس وما كيعطيوش الانسان الوقت. عطيتها الاعراض، ما قدرتش انها تشخص الحاله. بدات كتقرا في جوجل، بدات كتقارن لي غير مع الصور ديال التشخيص في جوجل وانا كنشوف فيها. بدات كدير ليا التشخيص ديال النورولوج الركابي وداكشي، وانا جايه على مشكل ديال الدوار، وهي كتشوف ليا الركابي وكتشوف ليا يديا. واخا قلنا ماشي مشكل، الانسان مزيان يكتشف شي حوايج اخرين ممكن يكونوا فيه وهو ما عارفش. لقات كلشي مزيان. بدات كتشوف، قالت لي يقدر يكون عندك الصرع. مشات كتقرا على الاعراض ديال الصرع، ما تلقاتوش في لي غيم ديالي. قالت لي ما كاينش، غادي نحيدو الصرع. دارت لي لا ميغرين. قالت لي ممكن تكون عندك واحد النوع ديال الشقيقه، ولكن تلقات الشقيقه داخلين فيها الاعراض ديالها الم الراس ولو بقليل. انا ما عنديش الحريق في الراس، الوغ هنايا ايفيتات حريقه الراس، يعني الشقيقه حيداتها. الاخر قالت لي ندير لك تخطيط ديال الراس. قلت لها علاش كهرباء الدماغ؟ قلت لها علاش الشبكه ديك اللي تيقولوا لها الشبكه. قلت لها علاش انا جايبه لك لي غيم؟ قالت لي لا كنشوفوا واحد لو سيركوي مات لو سيركوي. المهم انا حسيت بها، ما قدرتش تشخص الحاله، ما عرفتش الاعراض ديالها، وهذيك الشبكه ممكن ما تعطيش تشخيص 100%. الناس كيبغوا غير يدخلوا الفلوس على ظهر الناس اخرين. الله يجازيكم بخير. الا كنتوا اطباء وكتفرجوا فيا، راه هادشي اللي كديروا في الناس راه عيب وعار، وغادي ندير فيديو خاص بهادشي. يعني ولا الطب كتجاره، بحال مشيتي لمرجان وكيحطوا لك عندنا واحد التخطيط، عندنا واحد هذا بحال كيبيع لك السلع اللي عنده. يعني شفتي الحاله ديالتي ما مخدمكش نتيا، ماشي ديالك. علاش تزيدي عليا انا في لي فخي وتستغليني انايا؟ والصراحه ما عجبنيش الحال. انا باقي تنهضر معاه وهي كتجمع ليا في الدوس، كتقول لي صافي اختي يلاه بسلامه عليك، وانا باقي كنهضر معاك. قلت لها عطيني لوردونونس، قلتي لي غتخرجي لي الدواء. قالت لي غتعطيه لك لا سوكريتير. قلت لها لا ما تعطيش ليا لا سوكريتير، انت اللي خصك تعطيه ليا ونقرا هذاك الدواء. انا ديما كنصحكم بهذا الشيء كدا، ونهضروا على هذا الدواء علاش عطيتيه ليا، وشنو الاسباب علاش عطيتيه ليا، وشنو بان ليك وإلا جاب الله ما قداش معايا شنو غندير. يعني الطبيب خصو يعطيك لوردونونس في يديك. ممكن انت الا كنتي قريره غادي تشوف هذوك الادويه، ممكن خديتيهم ممكن شربتيهم، يعني تقدر تناقشهم معاه. هي قالت لي صافي غير خرجي غادي توصلك لوردونونس على برا. صراحه ما عجبنيش الحال. فاش خرجت لقيت لوردونونس فيها غير واحد الدواء ديال الدوخه، وكاتبه فيه سي بوزوان. يعني الا حسيتي فيك الدوخه، وانايا 24 سور 24 عندي الدوخه، سي بوزوان ما كانش عليها كاع تكتبها، لان جايه على اساس كون كتمشي مره في الشهر ولا 3 شهور كاع ما نوصلش عندك. وما عجبنيش الحال. وقالت لا سكرتير ديالها عطيها ان رونديفو على الشبكه. قلت لها لا نو 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 اختي ما تعطيني لا شبكه لا والو. لحت عليها هذيك 300 درهم ديالها وانا نخرج مع الباب. ما عجبنيش الحال. وخليت اموري في الضلاء، وتاكدت بانه ما عنديش مرض عضوي في الجسم ديالي ولا حتى مرض نفسي اللي غيدير الدوخه. ما كاينش. البسيكياتر ديالتي قالت لي ما غاديش يكون المرض النفسي عنده علاقه بهذا الدوار بهذا الكونتيتي علاش كتهضري.
وحتى هي هاد النغولوج قالت لي غادي نيفيتيو الاعصاب، لان اللي غيم ديالك مزيان ما خرجش لينا بان الدوار جاي من اللي من الاعصاب زعما. صافي هنايا نقول لكم فاش كانت كتشدني هذيك الحاله، كنت كنقرا القران وكندعي وكنقرا وكندعي لدرجه انني كنت كنبكي واحد الوقيته، يعني مكنتش كنستحملها. والحمد لله كان كيهزها ربي في ظرف نص ساعه، بعد الخطرات في ظرف نص ساعه على حسب كثرت الدعاء 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 الدعاء. كندعي كندعي كتمشي، كنطلق الرقيه كتمشي، كانت كتشدني في الصباح كنشعل الرقيه كنحط راسي كتمشي، كيديني نعاس. المهم هذيك الدوخه عندها علاقه مع النوم. اين فوا كنعس كنفيق كنلقى راسي ما بقاتش فيا. هادشي دابا اللي خلاني انني نغيب عليكم هاد المده كامل، وسمحوا لي بزاف. وراني باقي كنشخص الحاله ديالي، ولكن راه ما نكذبش عليكم انا ما مامناش بان عندي مرض مينيير، وغادي نحيد عليا الجانب الطبي. يعني ما بقيتش غادي نمشي في الطريق ديال الجانب الطبي، غادي نمشي في الطريق المرض الروحي. غادي نرجع ليه، لان ممكن يكون العين، ممكن الحسد، ممكن الحقد، لان كاينين بعض الناس يا ربي السلامه. الله ينجينا وينجيكم منهم. ما تيقولوا لا تبارك الله لا ما شاء الله لا حتى شي حاجه، واخا انت ما عندك علاش يحسدوك ولا هذا، ولكن راه العين عين، والحقد والحسد واخا تكون غير مرتاح البال راه غادي يحسدوك عليها الناس. غادي نمشي في هذا الطريق هذا، لانني انا فعلا كنحس بان المشكل عندي ماشي مرض ديال الطبيب. غادي نبدا نعالج راسي بالرقيه والقران والمعوذات والاذكار. هنايا رجعت للناس اللي كانوا كيقولوا لي في نوبات الهلع عافاك اختي حيدي من الدواء والتجئي القران وهذا. عاد فهمت المقصود ديالكم بان لكل داء دواء، والانسان يتقرب لله ويدعي ويكثر من الادعيه والاستغفار وربي غادي يستجب. هذا الشيء اللي فهمت حاليا. لانني كنت كنقول في الاول علاش كانوا كيقولوا لي ناس هكا، واش زعما انا مقصره في الدين ديالي، واش انا ما كنصليش. انا كنصلي وهذا، ولكن فهمت بان الا دعيتي الله والتجأتي الله، لان الا تسدوا عليك كلشي البيبان، الباب ديال الله ما عمره ما غادي تسد عليك. تاكدت وفهمت بانهم كيقولوا لي التجئ الى الله، بما ان ربي هو الوحيد اللي عطاك هذاك الابتلاء، وهو اللي غادي يعافيك وهو اللي غادي يعالجك. يعني ما تخلعيش. وربي غادي ربي غادي زعما يسهل الامور وغادي يشافيك. يعني ربي اللي كيبلينا وربي اللي كيشافينا. الحمد لله انا حاليا الحمد لله عندي راحه نفسيه الحمد لله. ما بقيتش كنستريسا مع الموضوع. رجعت للعمل ديالي الحمد لله، واخا هاد العطله راني تسديت حيت بغيت نجلس مع وليداتي شي شويه ونرتاح نيت شي شويه. يعني الاثنين ان شاء الله عاد غادي نبدا العمل ديالي في المركز، وان شاء الله يكون خير. وشكرا لكم. والا كنتي اول مره كيف ما كنقول لك كتشوف القناه ديالي، ما تبخلش عليا بواحد جيم وكومونتير وتعليق، والاشتراك ديالك تيفرحني. كان شي تعليق سلبي اولا شي تدخل كنقبلهم، غير يكونوا باحترام. الناس اللي كيصيفطوا ليا في الانستغرام راه تقريبا جاوبت على جميع الميساجات، واخا ما قدرتش الاسئله المتكرره ما كنجاوبش عليها، لان كنهضر على كلشي في لي فيديو. الناس ما كيتبعوش لي فيديو باش انهم يستافدوا، يعني كيشوف غير العنوان وهذا وتيدخل عندي تيبدا يسولني. الوغ الاسئله اللي كتكون عندها علاقه بالاجوبه في لي فيديو راه ما كنجاوبش عليهم بزاف، والاسئله ديالكم اللي كيكونوا ما معروف ما هضرتش عليهم راه تنجاوب عليهم اكيد. وشكرا لكم بزاف كنبغيكم. غادي تلقاو الانستغرام ديالي في صندوق الوصف. الا ما حطيتوش في هذا الفيديو قلبوا في لي فيديو القدامين غادي تلقاو الانستغرام ديالي. صيفط لي ان ميساج، ما كنجاوبش على لي زابيل، صيفط لي ان ميساج ولا اوديو باش انني ندخل ان شاء الله، وغادي نجاوبك في اقرب وقت ممكن. وشكرا لكم بزاف، وراني توحشتكم بزاف بزاف بزاف. وان شاء الله غادي نعاود نحط لكم ان فيديو اخر على شي موضوع نهضروا عليه. وما كرهتش انني حتى عاوتاني هذا الموضوع نعطيه حقه، لان بزاف ديال الناس كيهضروا على الدوخه والدوار، وانا قريت عليه تقريبا هاد الشهرين، قريت على المشاكل ديال الدوار كاملين ومنين كيجيو والاسباب ديالهم اللي ممكن يسببوا في الدوار. وان شاء الله خير وبيزويات. تهلاو فراسكم. السلام عليكم.